إما تولدت في ستوكهولم عاصمة السويد في 16 فبراير 1985. عاشت وكبرت فيها، وكان عندها أخت واحدة كبر منها. وفي 2004 من بعد ما وصل العمر ديالها 19 سنة تزوجت بنيكولاس. وفي عام 2005 يعني بعد عام غادي يولدوا ماكس. وفي العام اللي موراه اللي هو 2006 ولدت إما بنتها ساغا. وهنا كانت بدات المشاكل بيناتهم حتى وصلت للطلاق. وهنا عاوتاني غيبدا الصراع بيناتهم على الحضانة ديال ماكس وساغا، لأن ماكس كان باغي يبقى في حياة ولادو، وإيما ما كانش عندها مشكل حتى تعرفت على واحد الشاب سويدي اللي كان اسمه تورني. التعارف ديالهم بدا عن طريق الإنترنت، وتلاقوا من بعد وتطورت العلاقة ديالهم، ومع الوقت قرروا يرتبطوا. وهنا غادي تقرر إيما باش تاخد وليداتها وتمشي تعيش معاه في مدينة أخرى اللي هي أربوغا. وهذا الشيء بطبيعة الحال ما غاديش يعجب نيكولاس اللي كان باغي يبقى في حياة ولادو، الشيء اللي غادي يخليه يلتجأ المحكمة باش يطالب بالحضانة الكاملة ديالهم. تورني من البداية العلاقة ديالو مع إما كان عارف باللي عندها طفلين من زواج سابق، وما كانش عنده مشكل، بالعكس اعتبر الطفلين جزء من الأسرة ديالو. وبما أنه كان خدام خدمة مزيانة وكيدخل فلوس، شرا دار جديدة وكبيرة وخصص لكل واحد فيهم غرفة خاصة. كل شيء كان غادي مزيان ومثالي. وفي صيف 2008 اتفقوا إما وتورني باش يعملوا العرس ديالهم وخداو موعد، ولكن هادشي ما غاديش يكتب، وغتوقع الكارثة اللي غادي تدمر كل شيء. في 17 مارس 2008 مشى تورني للخدمة ديالو كيف ما العادة، وبقات إما في الدار مع ولادها، وكانت كتوجد العشاء وفي نفس الوقت كتواصل مع الأخت ديالها في الميساجات. كانوا كيفكروا في شي هدية يشريوها لوالديهم بمناسبة ذكرى الزواج ديالهم. ومع ديك 36 دقيقة غادي يتصل بها تورني، غادي يقول لها بلي غادي يتعطل في الخدمة وما غاديش يقدر يجي يتعشى معاهم، وقال لها بلا ما تسناوني. وطبعا هي كانت باقيه كتكتب لختها وكتقول لها حتى على شنو كيوقع، وبلي تورني اتصل وقال لها ما غاديش يجي العشاء. ولكن في واحد اللحظه وكانت 7 دقائق بالضبط، اما كانت كتكتب شي حاجه وتوقفت فجاه. تنات اختها تكمل الميساج، ولكن اما ما بقاتش عاودت كتبت شي حاجه. هنا غادي تشطن عليها وغادي يتصل بها بالتليفون باش تطمئن، ولكن اما ما كتجاوبش. ومن بعد بزاف ديال المحاولات اتصلت بتورني وعاودت له شنو وقع،